صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. النهاردة تالت يوم من فيديو التوفير والتفريزات. هنعمل مع بعض ان شاء الله صينية بطاطس باللحمة المفرومة ومعاها رز. تمام. انا هنا فرمت البصل في الكبة او في الخلاط وقطعت بجيب ربطة بقدونس بقطعها رفيع جدا 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 وبعد عليها بالسكينة علشان آه تبقى رفيعة قوي، ما يبقاش الحتت كبيرة يعني. تمام، على قد ما تقدري تقطعيها صغيرة جدا. وبعد كده، بعد ما بقطعها كويس يعني جدا كده بفرمها زي ما انتوا شايفين كده. تمام. بحطها بقى في البولة اللي انا حطاها جنب ايديا دي، هحطها فيها واجيب عليها البصل المفروم، واحط عليها اللحمة المفرومة، واحط عليها ملح وفلفل بس، واعجنهم مع بعض كويس جدا 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 لحد ما كلهم يتخلطوا مع بعض. وهوريكم بعد كده هنعمل ايه. مهم جدا جدا ان احنا يعني الايام اللي احنا فيها دي نوفر. مهم جدا برضو ان احنا في نفس الوقت ما نحرمش نفسنا من حاجة. اهو ما شاء الله ده ربع كيلو لحمة اللي احنا فرزناه مع بعض. فاكرين نص كيلو اللي احنا جبناه في فيديو التفريزات بتاعة التوفير؟ و... وقسمت النص كيلو على ربعين، يعني ربع وربع على اتنين. عملت هنا اهو ربع في طبخة وربع تانية في طبخة تانية، يبقى على يومين. حلو جدا جدا، موفرة جدا جدا، وكل يوم هناكل لحمة وهنوفر. تمام. زي ما قلت لكم بقى، انا حطيت كل حاجة هنا اهي، وحطيت عليه الملح والفلفل وهعجنهم كويس جدا. آه مش مهم يا بنات ان احنا ناكل يعني كميات كبيرة. المهم ان احنا ناكل يعني من نفسنا الحاجات اللي احنا بنحبها. مش لازم كميات كبيرة خالص، بالعكس يعني الكميات الكبيرة الجسم اصلا ما بيستفادش منها. فما شاء الله والله، طول ما الحاجة فيها آه ذكر الله عليها، ودايما تقولي بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، والله الأكل ما شاء الله بيتضاعف مضاعفات. يعني مش عايزة أقولك إنه يعني بتضاعف مرة، لا بيتضاعف كتير. ما شاء الله بتاكلي وتشبعي انت وأسرتك وبيتبقى كمان يعني. وحتى لو ما بقاش هتقومي واكلة وشبعانة جدا جدا جدا، والله أكنك واكلة ما شاء الله خروف يعني. هنا بقى جبت الصينية اللي انا هعمل فيها اللي هحط فيها اللحمة، حطيت فيها معلقة او معلقتين زيت ومعلقة سمنة كده كبيرة، بفردها في الصينية. هي كده كده هتتفرد لوحدها، هتسيح وهتتفرد. هبتدي بقى افرد العجينة اللي احنا عملناها من اللحمة المفرومة دي. هبتدي افردها بالصينية كلها، تكون سوا واحد، لازم جدا تكون سوا واحد، ميبقاش حتة تخينة وحتة رفيعة. الاكلة دي حلوة قوي قوي يعني، ما شاء الله لما تعملوها هتعجبكم قوي، طعمها تحفة وريحتها تحفتين الصراحة. فبألف هنا وشفا يا رب على قلوبكم. انا زي ما وعدتكم ان الاسبوع ده كله هيبقى ان شاء الله اسبوع توفير. بالمناسبة انا جبت بسارية، بس لسه ما عملتهاش. قلت ممكن اعملها في نص الاسبوع كده او حاجة، او ممكن اعملها بكرة، يعني على حسب، ممكن اعملها بعد بكرة من ضمن الاكلات يعني. بتبقى حلوة جدا جدا، وقبل ما تخلص هي خلاص بقى بتودع يعني. هنا هقطع البطاطس. جبت بطاطستين هنا هقطعهم رفيع بقى خالص. بصوا الرفع ده حلو قوي قوي، بتبقى جميلة، طعمها حلو قوي، بتستوي بسرعة. هي كده كده بطاطس هتستوي بسرعة، واللحمة تستوي معاها لانها برضو مش قطعة تخينة يعني. فما شاء الله بتبقى حلوة جدا. قطعتهم بقى على قد ما اقدر كده رفيع شوية، وبرصصهم بقى فوق اللحمة. برصصهم كده في الصينية كلها. ولو في مثلا عندي بقى بطاطس زايدة بحطها فوق البطاطس عادي جدا، مفيش فيها مشكلة. عايزة بقى تحطي فلفل اخضر فوقيها حطي، عايزة تحطي فوقيها مثلا قطاية طماطمية برضو حطي. انا كان عندي طماطمية الصراحة حطيتها، بس ما كانش عندي فلفل، برضو بيخليها طعمها حلو قوي الفلفل. بس ما بحطش عليها بقى ولا ملح ولا اللهم صل على النبي، ولا ملح ولا فلفل ولا اي حاجة من فوق يعني. هي بتبقى تمام جدا كده. الطماطم طبعا هقطعها برضو رفيع جدا زي البطاطس، هقطعها رفيع قوي كمان. هحطها كده على الوش بس تديها طعم يعني، بتطعمها، وطعمها بيبقى جميل قوي يا بنات بجد. اللي هيجرب الطريقه دي ان شاء الله هتعجبه جدا. دي من ضمن طبعا الاكلات الاقتصاديه، مفيش اقتصاد اكتر من كده.
فدي من ضمن الاكلات الاقتصاديه ان شاء الله باذن الله تعجبكم يا رب. انا كده بقى هحطها على النار، تستوي كويس جدا، تستوي يعني وهوطي عليها. معلش يا وقت الواحد هو بيسجل الفيديو بيسرح. معلش. فانا كده خلاص حطيتها هي على النار، مجرد ما تغلي بقى انا هزودتها شويه ميه عشان يبقى فيها صوص كده، وانتي بتاكلي بالرز يبقى فيها صوص. تمام. وطيت عليها، بصوا ما شاء الله في ثانيه كانت استوت. طبعا انا كنت عامله رز بشعريه، وغرفت على طول بقى، غرفت الرز بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت، وغرفت الاطباق ديت. وطبعا كان في بقيه الصينيه، وفي طبعا رز تاني اللي عايز بقى بيزود. وكده كان فيديو النهارده معانا خلص، يا رب يكون خفيف عليكم وتكونوا استفدتوا منه. اشوفكم في فيديو جديد، وهتوحشوني جدا جدا للفيديو الجاي، واقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.